شنقول لك، أنا الرأي ديالي باش نكون صريح كيف ما العادة، كيف ما كنقول في المصداقية اللي كنتكلموا بها دائمًا. أنا الرأي ديالي في مكونة كان باين ومعروف منذ البداية، يعني أنك باش تجي الفريق من القيمة ديال الوداد فريق كيتعاود يعني بواحد النسبة ديال 80% 90%. لازم على أنه يكون مدرب مجرب من أعلى مستوى، ويكون عنده يعني رصيد كافي من الألقاب. يعني حنا عشنا هذه الفترة وعشنا هذا التحول، يعني من فترة لفترة، يعني في 2013 2014 فاش جا جون توشاك، يعني جا مدرب بخبرة كبيرة، جا بأسلوب اللي كيتماشى مع النادي اللي هو تحقيق الألقاب، وأيضا بناء فريق تنافسي للمواسم اللي تابعه. رغم انه يعني في البدايات ديال طوشاك كانوا بعض المشاكل من ناحيه ديال النتائج والخروج المبكر ديالنا في كاس العرش، وكانوا احتجاجات قويه من الجمهور، رغم اننا يعني في مرحله انتقاليه. باقي نعقل انا واحد الماتش كنا لعبنا، كنظن في الدوره 4 الدوره 5، كنا تقسينا مع الماس في الكاس فاش كنت نلعب الي روتور، ما كان شمس الدين الشطيبي، خرجنا من الكاس في الدوره 4 الدوره 5 غادي نلعبوا مع الماتش. الوداد لعبت ناقصه شي 7 العاب، ولعبنا ماتش كبير، يعني لعبنا ماتش كبير. كنا هنايا وقيلا تعادلنا 0-0 اللي هي 1-1 ياك، لا ولا العكس، هنا 1-1 ولا 1-1 اللي هي 0-0. ما كانش كيتيوي ديك الساعه. تمام. كان الدوره 4 ولا الدوره 5 غادي نلعبوا مع الخميسات دخلنا في قنيطره، وكان واحد الغضب جماهيري كبير، لانه مع العلم لانه كاين تحول وكانت لازم تكون المسانده، ولكن هذوما الفرق الكبار تيكون الضغط، يعني بعض الامور تكون الممارسات يعني تناقش، يعني من حيث الضغط تمام بعض الاحيان. ولكن باقي نعقل ان ذاك الماتش كنا خاسرين، وسجلت انا الهدف ديال التعادل مع الخميسات، وتميت متوجه للجمهور على انني باش نحتفل معهم. كميه ديال الانتقاد اللي خديته، كميه ديال القراعي اللي جاوا عليا، فما قبلوش هذاك المستوى اللي احنا بادين به، رغم ان في البدايه ديال الموسم، ولكن عرفنا على انه كانوا جاو انتدابات، جاو لعابه كبار، جا نصير، جا النقاش، جا السعيدي، عرفنا على انه احنا راه الجمهور راه عيا من خيبه الامال، بغى على انه الفريق ديالو يتحسن ويمشي لتحقيق نتائج ايجابيه. كان بيناتنا اجتماع حنا اللاعبين مع المدرب اكسترا، ومن ثم يعني بدات الانطلاقه، وبدات يعني الرجوع والتوجه ولا لاحظتي يعني من وراء ذيك المباراه كان دائما كنا كنربحوا كنمشيو كنحتفلوا مع الجماهير ديالنا، ورجعت الامور الى نصابها. غادي راه قوس فتحتو. علاش؟ لانه ملي غادي نتعاقد انايا مثلا مع مكوينه 38 سنه، اعطيني الرصيد ديال الانجازات ديالو، والو. عنده السوبر ليغ، واحد جوج ديال البطولات مع سان داونز، اللي ممكن على انه اي مدرب يقدر يمشي يربح بطوله مع سان داونز، لانه الفريق كيحكم تمايا من الناحيه الكرويه في البلد ديالو. يعني اللي غادي تجي تماما تما ما عندوش لا بريسيون، ما كاينش لا بريسيون. ثم انت كنتي مساعد ديال زيمباور، بعد مساعد ديال بيتسو موسيماني، وعندك تركيبه بشريه لا بليبار دي جوور ديال دي زانترناسيونو، يعني من الجول وانت جاي، يعني ويليامز، مودا، موديبا، مفالا، كيكانا، موكوينا ديال ميليو تيران، زواني، سيرينيو، يعني اللاعبين اللي هما عندهم انسجام كبير مع بعضياتهم، وعندهم لادين، وعندهم اسلوب لعب اللي توارتوه مع بيتسو موسيماني، وكيمشيو يعني مع غوبروس في ليكيب ناسيونال، كاين ذاك الانسجام بيناتهم. يعني فاش جا الوداد انا جاب مطلب جماهيري كبير. علاش جا مطلب جماهيري كبير؟ الكره الجميله اللي كيلعب مع فريق سان داونز، ولكن انا كنبحث على مدرب عنده رصيد من الانجازات، كنبحث على مدرب عنده رصيد من الالقاب، باش يجيب الثقافه ديال الالقاب لواحد النادي اللي كبير وعنده عنده القاب كثيره. في افضل الحالات ديالو مكوينه كان كيلعب مزيان وكيتقسم على الوداد الي روتور. دونك الوداد كان دائما مهيمن على سان داونز، ومكوينه على راس الاداره التقنيه ديال الفريق. حنا ملي جنا مكوينه الوداد بغينا الالقاب اللي هي لادين ديال الفريق، واللي هي الارث ديال ديك الفريق على مدى 10 سنوات، هذه غير الاخيره بلا ما نذكروا السنوات اللي مضات، وبغينا ندمجوا الالقاب مع الكره الجميله اللي كيلعب. رغم ان انايا ما متفقش مع هذه المساله، لانه كل فريق عنده الاسلوب ديالو، وكل فريق عنده الطريقه ديالو، ولكن ملي كنجيو لارض الواقع، يعني حنا مرور الدوره 24 ولا 25 وما كاينش، يعني ملي غنشوفوا مثلا الترتيب ديال الانديه والمشاكل اللي عندهم،
راه عادي لانك تكون دوزيام يعني كفريق الوداد بالهيبه ديالو بالقاعده الجماهيريه ديالو بالتاريخ ديالو، وايضا بعض اللاعبين ما كنقولش كل بعض اللاعبين اللي عندهم الامكانيات على انهم يقودوا الفريق المركز الثاني. يعني باش تصيب فريق انا بخلاصه يعني لازم على انه مدرب يكون عنده رصيد بشري كبير، ويكون عنده رصيد معرفي، ويكون عنده انجازات كبيره اللي ممكن على انه يعني يقود لك الفريق لتحقيق نتائج ايجابيه. انا اللي بغيت نقول هو ماشي حتى لدابا غادي نقول انا يا راه مكوينه لا راه كيتفلسف بزاف او لا يعني الامور التقنيه اللي كيتاخذها والقرارات اللي كيتاخذها غير صائبه. راه حنا قلناها، انا دائما كندوي كتعرفني عادي كندوي في ظل النتائج الايجابيه. كيبان على انه بعض الامور ماشي هي كما يجب انها باش تكون، ولهذا فكنعتقد على ان يعني هو دخل في واحد الدوامه ديال الشك. يعني بعض الاحيان يعني كيسلط ما بقاتش على الضغط وما يعني ملي كنقولوا مثلا اللعابه ديال بركان يعني كتشوف اللاعبين كيفاش تطوروا فرديا وجماعيا، وملي كتجي الفريق الوداد وكتشوف التطوير ديال اللاعبين فكتلقاهم غاديين كيرجعوا باللور. ما كتلقاش على انه الفريق غادي كيتطور بواحد الشكل ايجابي لا من الناحيه الفرديه ومن الناحيه الجماعيه. حتى بعض اللاعبين عندك الحق. بحال دابا فاش كتشوف حركاس وطوي اللي نورمالمون خص المستوى ديالهم يزيد، الاخر كان في المنتخب كيلعب في كاع الفرق الكبار، الاخر كان عنده في ساندون، نورمالمون بجوج خصهم يعطيونا لاكس اللي يكون في مستوى كبير. كنشوفوا بان الناس ما بقاوش قادين يعطيو باس ديريكت عاديه صاحبي. الناس تلفوا الكره كاع بحال يجي يمشي كوكب اخر ما عمرهم كانوا كيعرفوا شنو هي الكره. فاش كتشوف مدرب ولا كيدير تقييم الجمهور، مدرب حاضر الجمهور واش غيشجعوا ولا ما غيشجعوش، واش غيهضر عليه ولا ما يهضرش عليه، كيتسدا فوق شي ماركي باش يدور يقول لهم سكتوا. السيد وصلت لكاع جده قال لك جده مسكينه كتفرج شافت الجمهور كيلوح عليه قرعه ولا داكشي، هو يقول لها عيطات عليه قالت لي راه شدتني ازمه وراني دابا واش دابا تيلعب على العواطف ولكن شوف راه كيلعب مسكين على هو ربما محظوظ. هو المدرب الوحيد كنظن انا اللي في كيهرس الحجر. عرفتي طوشاكا صاحبي ملي جا الوداد نتائج اللي حقق، ومع ذلك شوف كميه الانتقادات اللي تعرض لها. عقلتي طوشاك في مولاي عبد الله؟ لا قبل مولاي عبد الله الماتش ديال الزمالك بقى تما ما رجعش. قال لي سعيد خويا مع العلم لانه ما كيتحملش واحد الجزء من المسؤوليه لانه ما مشاش ليه الحارس الرسمي، ما مشاش ليه العروبي وما مشاش العروبي. يعني هو يقول لك انا ما مشاش ليه الحارس الرسمي اللي كنعتمد عليه انا، ومع ذلك تحمل المسؤوليه وبقى الجمهور ديال الوداد رغم انه ما كانش كيرحموا الجمهور ديال الوداد، ما كانش كيرحم طوشاك، ما كانش كيرحموا نهائيا. مع العلم لانه كيبان لك على انه كاينه بوادر ديال تماما، كيبان لك على انه كاينه بوادر ديال الفريق، وبان لك على انه الوداد حيات مع طوشاك وعطى اللمسه ديالو باش الفريق يرجع للتوهج ديالو، وما عمره قال شي كلمه على الجمهور نهائيا. بالعكس هذا شكون هو؟ هذا جون طوشاك تماما. عرفتي بعض الاحيان عادي كنكونوا في لونطريم ولا تيقول لنا مسكين تيدخل تيقول لنا 3 بوان كثرت ما انه كيسالي لونطريمون لا تيخرج من بنجلون تلقى الناس واقفين كوتش 3 بوان كوتش 3 بوان يعني كل سيمانه كيقولوا لي 3 بوان يعني كل سيمانه يعني كيبغيو الرباح. هو تفاجئ على هذه القضيه تيقول ولا كيدخل عندنا لونطريمون تيقول لنا باش كيحفز تيقول 3 بوان صافي ولا الميساج اللي ديز بيناتنا هو 3 بوان يعني كيوصل لك الصوت ديال الجمهور. عمرو قال شي كلمه عمرو ما قال شي. هذا هو اللي كيبقى كيحز في النفس. يعني شوف مدرب يعني الرصيد ديالو كيفاش داير، وشوف بمن ترينا بالعلامه ديال الكره العالميه ماشي ترينا بكيكانا وزواني وموضه ترينا مع احتراماتنا اليوم راه كنهضروا صافي ترينا بالسيد بالعلامه ديال الكره قاريت بها الكاسياس وانت غادي يعني ترينا بريال مدريد ترينا بليفربول يعني ترينا بريال سوسيداد ترينا بفرق كبار وكتشوف على انه الاحترام الكبير اللي انا مادام انت كمدرب تعطيه في الميدان والجمهور هو اللي غادي يقول لك واش انت على صواب ولا ماشي على صواب. باش جيت تجيب لنا واحد الفكر ديال واحد الدوله تطبق علينا هنايا فكنظن على انها مرفوضه. واللي ما عجبنيش بزاف من هذا الشيء كامل انت ذكرتي بعض النقاط اللي ما عجبنيش بزاف انا، هو قال لك يعني في الفينال اللي كنا ربحنا الاهلي الوداد اللي ربحت الاهلي هو زعما لو تلعب يعني خارج مركب محمد الخامس بلا الجمهور ديال الوداد كانت الاهلي تربح. علاش تقولها بهذه السهوله؟ علاش تقولها بهذه السهوله؟ راه الوداد هذيك حتى هي عطاو قتله. لا هذا مرفوع. انا شوف جميع الامور تناقش جده مسكينه هذا، ولكن باش تقول لي انا يا هذا تناقش جده مسكينه لا وعلاش ها ياك الشامبيونز ليغ الوداد كيفاش وصلت لعبه جماعيه؟
ناقصاتك انت في تيران تمام. وراه بعدا بتيرانك وبجمهور 2017 ياك كان الي روتور. الي روتور راه الاهلي بالقوه ديالها ما قدرش تربح الوداد في القاهره. يعني هذه استفزاتني شويه، ما عجباتنيش هذه، ما عجباتنيش لانه الوداد راه خلاها طوشاك تلعب معاك في البحر، يجي الجمهور ديالها كيدرع باش يجي يتفرج فيك، ما كاينش مشكل. دونك اي بلاد غادي تلعب فيها الا كنتي قوي وكنتي في المستوى وموجد فريق اللي كيبرد القلب، راه الجمهور غادي يتبعك للمريخ. كون هاني من هذه الناحيه باش تقول لنا باش تقول لنا على انه راه الوداد لو مثلا كون ما لعباتش مع فريق الاهلي، كون ما لعباتش مع الوداد في دونو بالجمهور ديالها، كان الوداد كانت الاهلي تربح وتتكلم عليها بهذه السهوله. انا ما متفقش نهائيا، وكنتمنى على انه يعتذر على هذه المساله. هذه هي الدساره، هذه هي فاش كتولي يبان لك كلشي ساهل ودير اللي بغيتي ودوز، هي هذه الدساره. حيت نورمالمون في الاصل تجدك لهادشي، ياك اجدك تتهضر لينا حنا على الوداد مع الاهلي في 2007، اش دخلك راه الوداد لعبت مع الاهلي وسط تيرانه وما ربحاتهاش، وسط تيرانه ب 120,000 متفرج وما ربحاتهاش، والوداد اللي كانت تربح وكانوا 7 لعابه عندهم صفرة. تبقى تقول لنا هاد الهضره شوف. وفي وسط الترجي بالجمهور ديالها ما قدروش يكملوا مع الوداد، ما قدروش وسط الجمهور ديالها ومشاو الجمهور ديال الوداد في 2011. الجمهور اللي كان تمايا عادل في رادس، الجمهور كثير تبارك الله جا تابع الوداد. شوف وجد فرقه مزيانه، راه الجمهور معاك. كتبقى علينا بهاد الهضره هذه راه ما غادا تدي حتى شي حاجه. اودي والمهم عطاتك الوقت اخويا مكوين، با اشرف عطاتو الوقت خليه يعيش مع راسه. والمهم الطريقه ديال التعامل ديال المباريات بعض الاحيان يعني كيخطا في التشكيل. الا جيتي تشوف عادل، يعني غير في الماتش ديال الفتح الاخراني، انا مع البديه يلا بدات شفت الفورماسيون، شفت الاسلوب، شفت كيفاش واقفين اللعابه، قلت الوداد على الاقل في بريمير ميطا ما غاديش تربح وقدر يتسجل عليها، لانه ما يمكنش. الا جيتي كتشوف رباعي ديال الدفاع، ميليو تيران شكون اللي فيه مبارك، فيه الساخي، زدتي بوهرة في كوتي دروا، الزمراوي في كوتي غوش، وشكون اللي درتي دو زاتاكون دو بوينت؟ لورش والبريزيلي ارتور. ما يمكنش هذاك لورش لعبتيه في الماتش السابق ميليو تيران، وبعض الناس كيقولوا لانه بين على واحد المستوى ممكن على انه يكون مزيان في الميليو، خليه في الميليو. اش تلعبوا اتاكون دو، علاش كتلعبوا اتاكون دو بوينت؟ علاش هذاك ارتور فيه الجريه اللي كتبان لك زوينه نقيه، الجريه ديالو الجريه ديالو بحال الجريه ديالو عنده يونيك سبيسيال، شي حاجه اخرى ما كايناش. تلعبوا ميليو تيران، تلعبوا اتاكون دو بوينت. ملي كتجي صور ارتور 10 دوي، لا حيت هذا الماتش هذا لعب 4-4-2، لعب 4-4-2، ما لعبش 4-2-3-1 ولا 4-3-3، لعب 4-4-2. ولكن ملي كتشوف كاسماء راه كتلقى شحال كتلقى 4-6 كاينش هجوم، لاعب بدون هجوم. ملي كتشوف المبارك ميليو تيران، الساخي ميليو تيران، بوهرة في كوتي دروا، الزمراوي اللي دائما كنقول انا خصو يلعب ورا المهاجم، ما تمشيش تلوحوا ليه في كوتي غوش لانه ما عنده ما يعطيك اللعاب، ما سريع، ما كيقصد، ما رابيد، ما والو. خصك تلعب ورا المهاجم، عنده لا ديرنيير باس، عنده داك الانتيليجونس ديال انه يخرج. انت لاعب ب4-6 في الميدان ديالك، كيفاش درتي ليها؟ شنو القراءات ديالك؟ وعندك مهاجمين في البونتوش، علاش ما دخلتيهمش؟ عاد زيد الماتش اللي استفزني اكثر، اللي غرجع لي عجبتني لي واحد الموضوع اللي ما كندويش فيه بزاف، ولكن كتاح لي الفرصه كناقش فيه. الماتش ديال الماس الكوتشينغ ديالو، الطريقه ديال التعامل ديالو كارثه. يعني انت يخرج لك برق طيب بحمراء، عاد لاعب ارير دروا حركاس اللي هو ماشي في الاصل ارير دروا، زدتي خرجتي لارير غوش وخليتي شوارع في كوتي دروا كوتي غوش، خديتي 4، كنتي تاخذ 5 ولا 6 مع الماس. غير هذاك الماتش بوحدو شي ديك فوت بروفيسيونيل موراها اجي هكا خويا، انت راك زرق. انا ما غادي ما نقولش بحال هكا، ولكن هذاك الماتش كان يتحاسب عليه، الطريقه ديال التعامل ديالو كان طريقه التعامل ديال مي بون خير ترى حتى في الاول طريقه باش لعب، كيفاش لعب الطريقه الاولى، بعد فاش دار التغييرات الطريقه اللي كانت في الاول اللي خصو يلعب بها عاود بدل. او والله تبغي تفهم تيحمق. انت عندك لعاب لو ميور جوور حاليا اللي دابا الناس كيتضاربوا باش يشريوا الكونطرا ديالو. علاش جلسوا؟ ما عرفتش واش عندك ماتش الاربعاء في الشامبيونز ليغ؟ علاش هذاك الدار الاخر هذاك سميتو الرايح؟ ما عرفتش، ما فهمتش. هو خصو يطرحوا عليه التساؤلات. انت عندك 3 افون سونتر الجالسين عندك في بونتو، ما لعبتي فيهم حتى واحد باش تلعب لورش اللي هو في الاصل بان شويه في ميليو تيران وكيلعب في ميليو تيران، خليه في قنتو ولا جلسوا صافي. علاش تلعبوا اتاكون؟ اش غادي يدير لك من ورش اتاكون؟ اش غيدير لك؟ يخرج تابوي عليه في لي سونتر؟ لا اش غيدير لك؟ ما تابويش حتى حاجه. راه الشوط الاول ديال الفتح راه كارثي. يعني ملي كتجي تشوف نتايا في الماتشات ديال الوداد في وسط الدار البيضاء كتلقاهم كارثيين كاملين مع بركان
مع بركان خرج لهم هذاك البرازيلي ربحوك ب10 في وسط العربي الزاوي. الماس اسفي ربحوك اسفي كانوا يربحوك واخا ربحتيهم الاربيط حيد لهم راك عرفتي هذاك البيلانتي وجاتهم فاصافه تمام. طنجة كانت رابحاك تعادلتي معاه جبتي ان بوان، يعني ماتشات جديده ربحهم جديده اللي ربحهم راه كانت جديد تسالي معك في بريمير ما تضربك بثلاثه. يعني كاين واحد بزاف ديال المشاكل وعده علامات استفهام اللي كيتحاسب عليها المدرب وكيخلي فيها. الا جيتي تشوفها عادي انت ما كتعرفش الوداد والفتح شي واحد تقول الوداد هي الفتح صافي تحيد التونيات تقول الوداد تقول الفتح هي الوداد والوداد هي الفتح، لانه من غير المعقول عادي على انه تقول لي انا في الميدان ديالي مستقبل والشوط الاول نكون الادفيرسير احسن مني. راه في الميدان ديالي انا من الاول كنطلع على الفرقه، راه عندي الارض والجمهور، راه عندي مسانده هنايا، راه من النهار الاول نطلع. عاد زيد كاين واحد المساله اخرى، واحد القضيه دابا لعبوا الوداد والفتح لا ما يمشوا. فريق الوداد البيضاء وفريق الفتح جاو هذا العام بدلوا الفريق كامل، بدلوا كلشي، الرئيس المكتب بدلوا كلشي. كيبان فريق منظم ياك جابوا مدرب حريفي، جابوا شي صيفط 20 لاعب، جاب 20 لاعب بين الله بدل الفرقه كلها حيده، جاب فرقه كلها جديده الزمامره جديده ياك مازيه. ها هما شتيهم